مرحبا بكم في الحلقة 17 من حلقات برنامج صوموا تصحوا. معكم سعيد مشيمش، أخصائي نفسي ومعالج نفسي. واليوم إن شاء الله غادي نهضروا على اضطراب القلق، وتحديدا على واحد المشكلة كتكون عند الأشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب واللي كتأثر عليهم في رمضان، وهي الرغبة في المثالية. الرغبة في المثالية هي واحد المشكلة كبيرة عند هاد الأشخاص. علاش؟ لأنها كتخليهم إما يبغوا يديروا الحاجة تتكون زعما مقاده 100%، يعني ما يديرهاش ناقصه كاع، ما كيقبلش النقص. وهذه ما كتخليش مثلا داك الشخص يبدا في شي تغيير معين. الا مثلا دار غير الا بدا في واحد المسار ديال التغيير، واحد المسار علاجي معين، الا غير غلط شويه، الا غير ما دارش شي حاجه مقاده، غايقول لك لا ما كانش ما خصنيش نديرها هكا، خصني يا نديرها مثاليه يا ما نديرهاش. وهذه القضيه غتاثر على هاد الاشخاص في رمضان، وغتخليهم كيعانيو بزاف، كيعانيو نفسيا. علاش؟ لانه في الاول غيحاول يدير شي حاجه، غيحاول ينطلق، غيحاول يبدا يدير شي حوايج في حياته، غيحاول مثلا يبدا يخدم على الافكار ديال القلق اللي عنده، على داك الاوفر ثينكين، على التفكير الزائد، على بزاف د الحوايج. شويه فجاه غيلقى راسو مثلا بدا كينتكس، او لا بدا مثلا ما كيديرش شي حاجه كما هو كان باغي يديرها. فديك الساعه كيبدا كيبدا يطلع عنده القلق، كيبدا يتوتر، كيبدا يقول لك لا انا ما رمضان ما غاديش عندي مزيان، حيت ما كنديرش داك الشيء كما ينبغي، ما كنقراش القران، داك الجزء اللي بغيت نقراه ديال القران في النهار كما ينبغي، ما كنديرش هذه كما ينبغي، ما كنصليش التراويح كما ينبغي. هذا الاشكال ديال المثاليه هو بحال اللعنه كطارد الاشخاص اللي عندهم اضطراب القلق، واللي يفترض انهم خصهم يتحروا منها، بانهم يفهموا سورتو الانسان خصو يخدم على الافكار ديالو، على هذه الفكره، لان الرغبه في المثاليه هي مجرد فكره، والانسان خصو يشتغل على هذه الفكره ديال ان المثاليه ما كايناش، وما كاينش شي شخص مثالي. وحتى في العبادات ما خصناش نكونوا مثاليين، ماشي ضروري نكونوا مثاليين، والله ما طلبش منا نكونوا مثاليين. الله تعالى في القران كيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني الله تعالى من فوق 7 سماوات كيقول ان كل انسان يكلف على قد جهده. فعلاش انا باغي نكون مثالي، وعلاش انا باغي نكون داك الشخص اللي باغي يدير كل شيء اكزاكت؟ ما يمكنش. هاد الفكره خص الانسان يشتغل عليها. ممكن تقلبوا في الانترنت غتلقاو ما يسمى بجدول الافكار التلقائيه في العلاج المعرفي السلوكي، قلبوا عليه جدول الافكار التلقائيه في العلاج المعرفي السلوكي، قلبوا عليه غتلقاوه، وممكن تشتغلوا به على الافكار ديالكم، وتحاولوا هاد الفكره ديال المثاليه تشتغلوا عليها وتعالجوها. تبارك الله عليكم الاخوان. نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه اخرى من حلقات برنامج صوموا تصحوا.